أهلا بيكم في لقاء جديد نتكلم فيه عن موضوع مهم جدا من موضوعات الآثار المصرية القديمة، ألا وهو الرؤوس البديلة. إيه هي الرؤوس البديلة دي؟ عايزين نتكلم عن الرؤوس البديلة، نعرف ظهرت إمتى، ونعرف استخدمت في إيه، وإيه كان المقصد منها، وهل استمر موضوع الرؤوس البديلة لفترات طويلة في الحضارة المصرية القديمة، ونتعرف على واحدة من أهم الأشياء اللي ظهرت في الآثار المصرية القديمة، واللي هي ليها معنى قوي جدا في الحضارة المصرية القديمة، وبتعرفنا معلومات مهمة جدا عن فترة قديمة زي فترة حكم الملك خوفو. فنبدأ دلوقتي ونشوف مع بعض.